الست النضيفة نضيفة يا جماعة ان شاء الله في صابونة وليفة. القمر دي ست منظمة جدا وجميلة جدا رغم بساطة بيتها والمكان اللي هي عايشة فيه، ولكن النظافة دي شيء أساسي عندها. لما بشوفها كده بحس ان انا عايزة اقوم اعمل كل حاجة واتنشط كده برغم البرد والسقعة والاسكيم واللي احنا فيه. الجو ساقع او مش قوي بس الجو برد. بس جميلة ونظيفة ما بتسيبش حاجة متنضفهاش. مش شرط ان انا اكون عايشة في مكان واو عالي قوي علشان ابقى ست نظيفة، لا ده هي نظيفة وبتعقم وبتروق، وكمان بتحط ديتول ومنظفات، وحمامها نظيف وجميل. والله حمامها نظيف. في حمامات كتير جدا جدا في بيوت كتير جدا غالية وسينيه وحاجات غريبة كده، ولكن مش بالنظافة والجمال ده. اهم حاجة ان راحة البال والنظافة دي فوق كل شيء. بصوا حتى عطرت الحمام، حطت السجادة الحلوة كده اللي هي المشاية الصغنطوطة، وراحت مغطية انا اسفة الحمام، وعملته بشكل حلو قوي، وبعدين خرجت تكمل بقية تنظيف بيتها. ده اكبر دليل ان النظافة دي شيء اساسي يعني النضيف نضيف مش محتاج حد يعلمه النظافة. زي ما احنا شايفين كده بقى راحت لمها مواعينها، والحوض الجميل بتاعها الحلو ده بتعمل فيه كل حاجة. الحوض ده بتعمل فيه كل حاجة. بصوا جميلة يا جماعة، حلوة قوي. خلصت. بصوا عاملة واصلة كده للحنفية اللي هي بتنظف بيها. بصوا مليته بقى وحطيت شوية صابون ورغيت، وراحت جايبة الهدوم وغسلت الهدوم على ايديها، مع ان في غسالة اهي عادية برضو بتغسل فيها. والله هتطلع الهدوم قشطة قشطة. بصوا زمان كان مفيش غسالات، كانت الغسيل بيبقى على حاجة زي كده وبيدعكوه برضو، كان بيطلع في منتهى النظافة. بصوا هي بقى هتطلع الغسيل يجنن، ومش بس هتغسله وهتحط له معطرات وهتنضفه وهيبقى ابيض زي الفل. والله ما شاء الله عليها، جميلة ونشيطة ونظيفة. والمية والصابون دول اساسي عندها في بيتها وفي حياتها، ما تستغناش عنهم. ما انا بحبها جدا. بحب الروتينات بتاعتها دي قوي، مشجعة كده ومحفزة. وعايزة اقول لكم على حاجة، انتوا عارفين ان انا لما ببقى متضايقة او بفكر في حاجة، اما بكون بفكر في حاجة بالذات بتلاقوني اقوم اعمل كل حاجة في الشقة، بلاقي نفسي خلصت كل حاجة وانجزتها، وفي نفس الوقت بطريقة احسن من وانا رايقة. وانا رايقة ما بنضفش البيت ولا بفيش شغل بيه في البيت زي ما بيقولوا، بخلي البيت زي الفل. تحسوا ان انا لو جاني شويه اكتئاب اروح قايمه شايله الشقه عشان ما افكرش. دماغي بتبقى مشغوله ودماغي بتبقى شغاله وبقعد افكر، ولكن بطلع كل طاقه الزعل او الهم او المشكله اللي انا فيها او الحاله النفسيه اللي انا فيها. ساعات كده مودنا بيتغير مره واحده بدون اسباب، بلاقي نفسي خلصت الشقه وانجزتها وبقت فل قشطه شمعه منوره زي ما بنقول. وانا بفكر في مشكلتي دي وفرغت طاقتي، وفي نفس الوقت ما تعبتش نفسي ولا حالي و, و... 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 مش تعبت نفسي في التنظيف، لا ان انا قعدت افكر وهعمل ايه واسوي ايه. التفكير بيقل الطاقه يعني، حديه المشكله بتقل، وبتلاقي نفسك بتفرغي طاقتك علشان ما حدش هينفعك الا صحتك. فما تضيعيش صحتك. وهتضيعيش صحتك ان انتي تمرضي، لا ضيعي صحتك في تنظيف البيت احسن. ما اقصدش تضييع صحه، لا اقصد يعني ان ما تهلكيش اعصابك، ما تهلكيش نفسك. قومي كده فرغي طاقتك السلبيه في البيت ونضفيه كده وروقيه وروشنيه. بصوا نظافه البيت طلعت منه قد ايه بقى، وهتكلين وتعقم وتعمل، وتروح واخده بقى ايه المسحه الاخيره. والله العظيم بصوا مبسوطه هي بنفسها، مش مصدقه. دخلت بقى اوضه النوم لقيتها عايزه موال تاني لوحدها. شغلت مروحتها طبعا تيك، خلصت طلعت رصة الدواليب. بصوا بقى الحلاوة فيها ايه، ان هي كمان الدواليب من جوه مش بتهتم بيها، لا بتهتم، بتمسح التراب، بتعطرها، بتنظفها وتيك. كل حاجة خلص. انا نفسي في التك دي حلوة قوي يا جماعة. بس خلصت بقى السرير وظبطت حالها وظبطت امورها. والله نضيف مش محتاج قصر ولا محتاج اوضه فوق سطوح.